هذا تحذير أمني عاجل انتشر في الآونة الأخيرة لدى بعض عصابات الابتزاز العراقية بوت على تطبيق التليجرام يقوم بعمل صور إباحية بالذكاء الاصطناعي. سنشرح عمليا كيفية عمل هذا التطبيق. حصلنا على صورة لأحد المشهورات وهذه سوف تكون ضحيتنا. ندخل في البداية إلى تطبيق التليجرام، نقوم بإرسال الصورة بأعلى دقة ممكنة، وبعد بضع ثواني قام بإرسال النتيجة، كما ترى أنه قام بتجريدها بشكل كامل من الذي ترتديه. يا إلهي، لا يمكننا تفريقها عن الصورة الحقيقية. تكمن خطورة هذه التقنية، إنها لا تحتاج إلى متطلبات كثيرة، فقط صورة للوجه، وحتى لو كانت صورة محتشمة ولا يظهر فيها الشعر أو اليدين، أو حتى لو كانت الصورة بحجاب كامل. لذلك يرجى من الجميع الانتباه. لو ليك أختك أو بنتك أو خطتك أو بنت في العيلة تقرب لك أو يهمك أمرها، يا ريت بسرعة تبقى سبب إن الفيديو ده والكلام ده يوصل لها، لأن الموضوع كارثة بمعنى الكلمة. لكن بنقول إن إحنا ما نستناش لما الفاس تقع في الراس. انا عملت بوست ونشرته على الصفحه بيتكلم عن الموضوع ده، بيتكلم قد ايه الذكاء الاصطناعي والتقنيه بتاع البرامج بتاع الفوتوشوب بقى صعب ان انت تفرقها. ياخد الصوره اللي هي الراس بس ويقدر يطلعك من غير حجاب لو انت محجبه، يطلعك بشعرك، يطلعك من غير هدوم تماما، وفي الاخر ابقي وريني مين هيبرئك وهيعرفوا منين الصوره دي مضروبه ولا فوتوشوب. بس كل مشكلتها حطت صورتها على التيك توك او الفيسبوك او الواتساب. فانا عايز اقول لك يا اختي، مش لازم تنزلي صورك على السوشيال ميديا. لما الدين قال ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، كان علشانك انت، والكلام ده من أكتر من 1400 سنة. لما الدين قال حرام تحطي صورتك على بروفايل، كان علشان يحافظ عليك انت من الذئاب البشرية دي. فيا جماعة، النهاردة لو أب أو ابن أو خطيب أو زوج جات له صورة خطيبته، زوجته، بنته، وهي في وضع مش كويس، يا ترى هيعمل ايه؟ هيمسك أعصابه؟ أنا عايز أقول لك إن الأدهى من كل اللي فات ده إن الموضوع بقى فيديو، صوت وصورة، بيعرفوا يركبوا الصورة على فيديو كامل ليكي انت. حتى الصوت ببرامج الصوت المتقدمة، جزء من الصوت يكتب اللي هو عايزك تقوليه ويبقى صوتك انت بفيديو ليكي انت بصورة ليكي انت متركبة، وبيوريني هتبرئي نفسك ازاي، لان ما يعرفش يفرق الموضوع ده غير اهل التخصص في المجال. فعقبال بقى ما يوصلوا لاهل التخصص، تبقى الام اتطلقت والخطيب ساب خطيبته والبنت اتفضحت في وسط اهلها ووسط بلدها، وفي الاخر لما تروح نقوله دي كانت مظلومه، والسبب هي صورة حضرتك على الفيسبوك أو التيك توك أو الانستجرام أو الواتساب. فما تديش صورك لحد، حتى أصحابك بلاش ياخدوا صورك. ما تعرفيش لو اتقلبت الصحوبية عداوة هتأذيكي أو تعرف تعمل إيه بالصورة دي. عايز أقولك إن واحد ما عندوش ضمير بمبلغ صغير قادر إنه يهد حياتك ويضيع سمعتك ويبوظ أخلاقك ويخليكي بين الناس واحدة غير الحقيقة خالص. كل ده بسبب صورتك انت. فيا ريت يا جماعه، يا ريت تبلغوا الكلام ده للناس، تعرفوهم، عشان لا قدر الله حد حصل له حاجه زي كده يتأنى، يتأكد، يعرف الاول مين بيعمل فيه كده وعايز يهد حياته. وقبل ما الفاس تقع في الراس، بلاش صور. حطي اي صوره، حطي صوره دينيه تاخدي عليها اجر وثواب، لكن بلاش صورتك. يا جماعه الموضوع خطير، والتقدم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي اللي جاي اخطر، والخطر ده للاسف سلاح ذو حدين وشره اكتر من خيره. فيا ريت نخلي بالنا علشان نحافظ على بناتنا وعلى اولادنا وعلى اخواتنا. ربنا يحفظنا واياكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله.